أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولم ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بكم عمي فهم
لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Yine Ramazan-ı Şerif Allah Celle Celaluhu kısmet etti. Öğle namazının akabinde mukabele-i şerife başladık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediliyor ki sahih sünnette Cebrail aleyhisselam her sene Ramazan-ı Şerif ayında o yıla kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim ayetlerini birlikte okudukları ve dinledikleri bizlere rivayet ediliyor. Buna arza diyoruz. Son vefat senesindeki Ramazan-ı Şerif'te de inen ayetlerin komple 2 defa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e okunduğu rivayet ediliyor. Sahabe-i kiramdan yine evlerinde en güzel şekilde okuyanın okuyup gerisinin dinlediği rivayet ediliyor. Yani bu sünnettir, aslı sünnettir. Mukabele aslen iki şeyi birbiriyle karşılaştırmaktır. Bu Kur'an-ı Kerim'in birileri tarafından okunup diğerlerinin takip etmesinden kaynaklı böyle bir terim manası olmuş. Artık hafızların okuyup da diğer cemaatin dinlemesine biz mukabele diyoruz. Bu da 1400 senedir camilerimizde, bütün İslam coğrafyasında yapıla gelmiş bir ibadet. Yani Ramazan-ı Şerif denince Kur'an akla geliyor. Niye? Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Kur'an-ı Kerim denince de camilerde, mescitlerde, evlerde okunan mukabele hatimleri gelir. Allah Celle Celaluhu bu senede nasip etti, başladık. Sonuna kadar okumaya bizleri nasip eylesin, muvaffak eylesin diyoruz.